لو انت معاك موافقه استيراديه فالعرض ده انا عامله ليك انت مخصوص، هتوفر فيه حوالي 670 الف جنيه، وده قيمه الوديعه اللي انت هتستردها بعد 5 سنين بالجنيه المصري. لكن لو انت ما معكش موافقه استيراديه فالعرض ده مش ليك، وهقول لك ليه في اخر الفيديو. سيدي صاحب الموافقه الاستيراديه، انا بقدم لك دلوقتي بيجو 3008 موديل 2025 بس الشكل القديم، وجايب لك فئه الجي تي لاين اللي هي اعلى فئه في العربيه، وفيها كل الاوبشن اللي انت محتاجه، وهتوفر فيها 670 الف جنيه. ده قيمه المبادره اللي انت هتستردها بعد قد ايه؟ 5 سنين. ده غير ان العربيه مواصفات خليجيه وداخله الضمان في مصر من غير مليم واحد زياده. هتدفع بس سعر العربيه 91 الف درهم، وده شامل قيمه السياره بالشحن بتاعها بالتغليف واصل لحد المينا في مصر، وبعد كده هتدفع مصاريف التخليص في المينا والنقل لغايه البيت عندك. وتقدر كمان لو انت موجود في مصر تيجي تتعاقد عليها في شركتي هنا في مصر. بس باكد عليك مره تانية، لازم تكون الوديعه بتاعتك مش واخدها من اي حد، حتى لو واحد صاحبك. طيب ليه مش هتستفيد بالعرض ده لو المبادره مش بتاعتك، او هتاخد المبادره من واحد صاحبك؟ علشان لو انت خدت المبادره من واحد صاحبك فانت تقريبا اجمالي ثمن العربيه بالمصاريف بكل حاجه هيخش له في حوالي 2 مليون جنيه. ده طبعا يشمل قيمه الوديعه اللي انت هتدفعها لصاحبك، لكن مبلغ الوديعه مش هيرجع لك، هيرجع له هو. والنقطه الثانيه، ايه اللي يخليني ادفع في بيجو الشكل القديم 2 مليون جنيه في حين ان انا ممكن ازود 200 الف جنيه واروح اخد الشكل الجديد فئه الالور من الوكيل زيرو في مصر من غير استيراد ومن غير اي وجع دماغ؟ خلي بالك انا مش همي ان انا ابيع لك وخلاص، انا همي المصلحه سواء ليا او ليك. فلو انت معاك موافقه استيراديه بتاعتك تقدر تيجي تشرفني في مكتبي موجود في المعادي، هسيب لك الرقم بتاعه تحت. تعال اشرب معايا كوبايه الشاي، والف مبروك عليك العربيه.